آزات نجار طبيب عراقي قدم إلى السويد من بلدة زاخو في كردستان العراق عام 1995 بعد تخرجه من كلية الطب في الموصل. وفي السويد تخصص في جراحة المجاري البولية، وعمل في الوقت ذاته على عدد من الابتكارات المتعلقة بأدوات الجراحة والأعضاء الميكانيكية لجسم الإنسان. لكن أهم إنجازاته هو مشروع صناعة قلب اصطناعي يؤدي وظائف القلب الطبيعي للإنسان. المشروع الذي بدأ به بنفسه عام 1999 استقطب الآن العشرات من الأطباء المختصين والمهندسين. القلب الآن في مراحله النهائية، ويتم عمل التجارب عليه في المختبرات وفي الحيوانات قبل زراعته في جسم الإنسان. خلال سنوات قابلت العديد من مرضى القلب وأحسست بمعاناتهم وتألمت لعدم تفاؤلهم بالحياة، وفكرت أن أفعل شيئا من أجلهم، فقمت أنا ومجموعة من زملائي بصناعة وتطوير قلب ميكانيكي يؤدي وظائفه كما هو الحال في القلب الطبيعي. ما يميز القلب الذي اخترعه الطبيب آزات عن بقية القلوب الصناعية هو احتواؤه على بطينين وأذينين وصمامات تعمل بنفس نظام القلب الطبيعي، بالإضافة إلى المجسات وأجهزة تحسس تجعل القلب يضخ كمية الدم التي يحتاجها الجسم حسب النشاط البدني الذي يقوم به المريض، ولا يعد مجرد مضخة تدفع الدم في الشرايين. المريض سيلبس حزاما يحتوي على البطارية وصندوق يتحكم في القلب ويحدد وضعية المريض، فإذا كان مستلقيا سيقلل من ضغط الدم إلى الجسم لكي ينام ويرتاح، أما إذا بدأ المريض بالمشي فسيتم زيادة نبضات القلب وضخ كميات أكبر من الدم حسب الجهد الذي يقوم به المريض. حاليا يموت كثير من مرضى فشل القلب الاحتقاني حول العالم، وهم ينتظرون على قوائم الحصول على قلوب من متبرعين. ومن المؤمل أن يتمكن الطبيب آزات وفريقه من إنقاذ حياة الآلاف من مرضى القلب حول العالم بتقديم قلوب جاهزة لا تتطلب فترة انتظار طويلة، وذلك بعد أن يتمكنوا من إتمام التجارب اللازمة للحصول على موافقات دولية لزراعة القلب في جسم الإنسان بحلول عام 2023.